قصة قصيرة بعنوان ساعة الصفر، للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيساوي. الإهداء إلى السيدة التي منحت الحروف والكلمات دفء الشوق وعطر رحيق الورد وشدى ريحانة الروح. إلهامك هو المنبع. القصة وعنوانها ساعة الصفر. أولاً، تغريدتي. كان وقتها في زمن قبل القبل من ساعة الصفر. التغريدة: ليس بالضرورة أن تصير أو تبقى كل الأصفار التي على الشمال هي أصفاراً بلا قيمة. هكذا حدثتني نفسي غير الأمارة بالسوء، لذا أرجو منكم ألا تحتجوا أو تتعجبوا، وإن كان رأيكم على العكس مما أرجوه، فإني مع كل هذا لن أسمح لروحي ترك الساحة، لأن وهج الإلهام يشرق في نفسي بإصرار ويبقى متوهجا حتى ولو رفعت الصحف، فإن الأقلام لن تجف. ثانيا، قريبا من نهائيات ساعة الصفر الأخير، عند نهار يوم الاثنين الموافق 3 من شهر آب أغسطس من عام 2020، وفي تمام الساعة 9:30 صباحاً، أثناء دوامي الرسمي في مستشفى السلامة الحكومي، اتصل بي هاتفياً مدير مدرسة قريتنا التي اسمها قرية منسي قدم الجبل، والتي تبعد 30 كيلومتراً عن مركز مدينة ميسان. اتصل بي طالباً مني الإسراع بإرسال سيارة الإسعاف لنقل السيد سعيد محمود شاهين إلى المستشفى لسوء حالته الصحية، وعلى الفور لبيت طلبه، ووجهت سائق الإسعاف والمسعف للتوجه بالسيارة صوب القرية. ثالثاً، الفصل الأول من فصول ساعة الصفر، المتعلقة بمسيرة عائلة السيد محمود الشاهين. وما عائلة الشاهين إلا عائلة قليلة العدد، تتألف من الأب وهو السيد محمود الشاهين وزوجته، ولهما بنتا واحدة في 20 من عمرها، وابنا في 19 من العمر اسمه سعيد، وهذا الابن هو مريضنا لهذا اليوم. ومحمود الشاهين الأب كان مالك أراضي، أعني أنه بالأصل لم يكن مزارعا، ولا ينحدر من الأصول الفلاحية المتفاعلة مع الأرض بعمق وتلاحم وانتماء وجداني، فهو من أهل المدينة أصلا، ولكنه استثمر أمواله في شراء مزرعة واسعة في قرية منسي قدم الجبل، ثم أنشأ وبنى بيتا مميزا خصصه لسكنه وإقامته هو وأسرته في القرية. لقد صار أحد سكان القرية، لكن أهل القرية بقوا يعتبرونه هو وأسرته غرباء، ومع ذلك وللأمانة كانوا يتعاملون معه ومع أسرته بإنسانية واحترام، لأنه كان يتعامل بطريقة لطيفة مع الناس. ولكن بعض معطيات الأمور تثبت أن في احتسابهم له غريبا هي معطيات فيها بعض الصحة، التي تؤكد غربة واختلاف الشاهين وأسرته عن طبيعة مجتمع القرية. فهذا الشاهين الأب جلب من المدينة خادمة نشطة شابة للخدمة في البيت، وهذا أمر غريب لم يعرفه أو يعتده أهل القرية. والشاهين الأب كثير التردد والذهاب إلى المدينة يومياً، وهذا الأمر لا يقوم به معظم أهل القرية إلا في مناسبات ملحة ومحددة، أو لإنجاز أشغال ضرورية، أو لزيارة طبيب. ولأن الرجل كان كثير التحدث بتباه عن نفسه وعن لقاءاته بالتجار وعلية القوم في مقهى المدينة الكبير، اعتبروه غريبا مبالغا في تباهيه. والشاهين رجل حريص الاعتناء والتجديد بملبسه ومظهره وعطوره، يضع دائما في إصبع الخنصر من أصابع كف يده اليمنى خاتما ذهبيا كبيرا، وكلها أمور لا تتناغم مع بساطة وعفوية أهل القرية. وهناك ظاهرة ملازمة لكل تحركاته، ظاهرة تعكس نفسا لروح إقطاعية كامنة في نفسه، فهو دائما ما يصطحب معه أحد العمال الزراعيين
من عمال مزرعته يصطحبه برفقته، ليكون هذا المرافق مظهرا من مظاهر الفخفخة وترسيخا لفكرة تبين على أن هذا الشاهين رجل له أتباعه وخدمه. وليصير هذا التابع شاهدا يعزز كلام الشاهين، سواء يعززه مبالغة أو حقيقة، أو حتى بشهادات زور في بعض الحالات، نعني شاهدا عما جرى في مقهى المدينة الكبير أو في أماكن أخرى. وكثيرا ما يصطحب ابنه سعيد معهما أيضا، وهذه بدعة غريبة لم تألفها القرية والناس، والبدعة هي بدعة المتبوع والتابع، والنفاق الاجتماعي ثالثهما. مرت أيام وشهور فسنين، تزوجت بنت الشاهين، وكان اقترانها بشاب من سكان المدينة يعمل مقاول بناء. مضى أكثر من 3 شهور. في ساعة ضحى يوم مشمس من أيام شهر أيلول سبتمبر، وقفت سيارة تاكسي صفراء اللون أمام باب بيت أسرة الشاهين. فتح الباب، ظهرت الخادمة سميرة وهي تحمل حقيبة سفر. وقف في توديعها السيد الأب وزوجته وابنهما الشاب سعيد محمود الشاهين، مريضنا لهذا اليوم. وبحفل مهيب اقترن الشاب سعيد بشابة نصف متعلمة من المدينة، والشابة تمت له بصلة قرابة من جهة أمه. ولما كان الولد على سر أبيه، فقد تقمص سعيد شخصية والده وزاد عليها، فهو كثير التردد على زيارة المدينة والمقهى والتعرف على تجار وقضاة ومحامين. يقتنص فرصا ليبيت في المدينة ليلة أو ليلتين في كل أسبوع بحجة متابعة إنجاز أعمال وأشغال. حلت ساعة الصفر فغادرت أمه الدنيا، ومرت الأيام وحلت ساعة الصفر مرة أخرى، فغادر الأب محمود الشاهين الدنيا. فصار لسعيد محمود الشاهين إرثا وبيتا و3 أولاد وبنتين. الإرث الذي يخصه وأخته لم يحسم أمره رسميا، وبقي أمره معلقا، للأخت حصة وللأخ حصتين. رابعا، الفصل الثاني من فصول ساعة الصفر في مسيرة عائلة سعيد محمود الشاهين. نعم، لقد صارت العائلة باسم عائلة سعيد محمود الشاهين. الزمن يمضي، كبر الصغار، تزوجت البنتان والأولاد ال3، الكل يأويهم بيت الجد في المزرعة. وسعيد لا يزال بطبع كطبع أبيه الراحل، في الأسبوع صار يبيت 3 ليال متفرقة. خامسا، الفصل الثالث من فصول ساعة الصفر في مسيرة عائلة سعيد محمود الشاهين. عند نهار يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر آب أغسطس من عام 2020، وفي تمام الساعة 10:10 من قرية منسي قدم الجبل، وصلت لنا سيارة الإسعاف. صار سعيد محمود الشاهين نزيلا في حالة طوارئ المستشفى. كان الرجل على حافة الانهيار، يتكلم بصعوبة. أجرينا له اللازم، لكن جهاز تخطيط القلب رسم على ورقته علامة 0. لقد حانت ساعة الصفر، وبعد أن كان سعيد وارثا صار له ورثة وصار موروثا. سادسا، ساعة الصفر الكبرى، أصفار على الشمال تحولت إلى جهة اليمين. نحن الآن في بداية سنة 2021. أوكل الورثة محاميا لمتابعة إحصاء وتصفية وتنظيم تقسيم موروثات الراحل سعيد على ورثته شرعا وقانونا. فوجئ الورثة بظهور أسماء غريبة عليهم. من بين أسماء الورثة الواردة في القسام الشرعي ظهرت أسماء سمير علي العودان، وولديها منعم سعيد محمود الشاهين وكامل سعيد محمود الشاهين. اعتبر كل الورثة أن في الأمر تزويرا وغشا واحتيالا دبرته سميرة وولديها، فتقدم الورثة بشكوى ضدهم. عن طريق الشرطة
أبلغت واستدعيت المرأة وولديها للمثول أمام القاضي بالأدلة الرسمية من عقد زواج وبطاقات أحوال شخصية ووثائق أخرى. ثبت أن سميرة الخادمة السابقة في بيت الشاهين كانت الزوجة الشرعية السرية الأولى لسعيد محمود الشاهين، وأن الولدين أولادها من سعيد. لذا كان سعيد يبيت ليلتين أسبوعيا في المدينة. كتبت القصة في ميسان، قرية منسي قدم الجبل، في تمام 4:05 فجر يوم الثلاثاء المصادف ل25 نيسان 2023.